فيلمنا بيبدأ بأيوليس ابن أخت هيركليز وهو مربوط ومتعلق والقراصنة مولعة نار عشان الحبل اللي مربوط بيه يتقطع وينزل على الخازوق الخشبي، وقاعد بيحكي قصص عن هيركليز للقراصنة اللي خاطفينه وبيقول لهم إن هو ابن الإله زيوس، لكن القراصنة مش مصدقين أي حاجة من الخرافة اللي بيحكيها. وفجأة بيظهر لهم هيركليز وبيقول لهم إنه واخد فلوس عشان يخلص منهم، لكن لو هربوا ومشوا مش هيأذيهم. وهنا قائد القراصنة أمر 5 من رجالته إنهم يقتلوه، لكن هيركليز قضى عليهم كلهم بضربة واحدة. وساعتها القائد اتصدم، لكنه امر بقيه رجالته انهم يقطعوا راسه. وفي الوقت ده بيظهر لنا ان هيركليز ما كانش لوحده، لكن كان معاه مجموعه من المقاتلين، واللي منهم اتولكس وده بيضرب بالسكاكين من مكان بعيد، واتلانتا ودي بتضرب بقوس سهم واللي بتقدر انها تضرب اكتر من سهم في نفس الوقت، وانفياريس وده معاه رمح بيضرب من الناحيتين وفي نفس الوقت عراف المجموعه، واللي بيقدر يتنبأ بحاجات هتحصل في المستقبل زي الموت مثلا، وتايدياس وده بيحارب بفاسين. وفي الوقت اللي هيركليز وفريقه بيحاربوا القراصنة فيه، بنلاحظ ان النار حرقت الحبل اللي مربوط بيه ايوليس ابن اخت هيركليز وخلاص هيقع على الخازوق. وهنا بيجي هيركليز وبينقذه وبيضرب قائد القراصنة وبيسيب الباقي يهربوا. بيروح بعد كده هيركليز وفريقه عشان يحتفلوا بنجاحهم في المهمة الأخيرة، وبنعرف انهم مجرد مرتزقة لكن احلامهم كبيرة. وفي الوقت اللي هما بيحتفلوا فيه بتدخل عليهم واحدة واللي باين من شكلها ومن الحراس اللي معاها انها حد مهم، وبتقول لهم ان اسمها إيرجينيا وانها بنت ملك تراكيا الملك كوتس، وبتحاول انها تتفق مع هيركليز انه يحارب معاهم في حربهم ضد امير الحرب ريسوس. وبيرفض هيركليز لانه شايف انه مش هيكسب حاجه لو حارب معاهم، لكنها بتعرض عليه عرض ما يترفضش لاي مرتزقه، وقالت له انه لو حارب معاهم هياخد قد وزن ذهب. وطبعا بيوافق هيركليز وفريقه لان العرض مغري، وبيوصلوا لقلعه الملك كوتس وبيلاحظوا تمثال عملاق وبيعرفوا ان ده للالهه هيرا الحاميه لبلد تراكيا. وبتقول لهم الأميرة إيرجينيا إنهم محتاجوا 1000 رجل عشان يبنوها، وإنهم بنوها في 5 سنين. بعد كده بيستدعيهم الملك، وأول ما بيدخل هيركليز القصر بيفتكر كل حاجة عن حياته القديمة، وبنعرف إنه كان عايش في مملكة أثينا وإنه كان متجوز وعنده أولاد. لكن في يوم من الأيام هجم عليهم 3 ذئاب وموتوهم، واتهموا هيركليز في موت عيلته ونفوه بره البلد كلها. ومن وقتها وهو بيشتغل مرتزقة على أمل إنه في يوم من الأيام يستقر ويكون أسرة مرة تانية ويعيش معاهم في سلام. وبيدخلوا للملك واللي بيكون مندهش جدا ان بنته قدرت تقنع هيركليز انه يحارب معاهم، وتعرف الملك عليه هو وفريقه، وبيحاول الملك انه يشجعه للحرب معاهم، وبيوافق هيركليز وبيقرر انه يدرب شعب تراكيا عشان يقدر يحارب بيهم. لكن بيحضر واحد من الكشافة للملك وبيقول له ان ريسوس امير الحرب قرر انه يهاجم مدينة بيسي، وتعتبر بيسي المدينة اللي قبل قلعة الملك، وده معناه ان الدور جاي عليهم بعد بيسي، وانه هيوصل لهم خلال 6 ايام. وبيقرر الملك انه يروح مدينة بيسي، لكن هيركليز بيعترض على كلامه وبيقول له انه لو راح بجيش مش متدرب هيخسر الحرب. لكن الملك اصر انه يروح وقال له انه مش خايف من الخساره زي كل مره، لان المره دي مع هيركليز. في الليل بيتعرف هيركليز على اريس ابن الاميره إيرجينيا، واللي بيكون معجب جدا بهيركليز، وبيقرر هيركليز انه يديله السلسله بتاعته كتذكار، لان اريس فكروا باولاده اللي ماتوا. ولما بيروح هيركليز وفريقه وجيش الملك لمدينة بيسي على أمل إنهم ينقذوها قبل ما يدمرها أمير الحرب ريسوس، بيكتشفوا إنهم متحوطين من كل حتة بالأعداء وإنهم وقعوا في الفخ. وبيحاول قائد الجيش التاني إنه يتحدى هيركليز، لكن هيركليز بيقضي عليه بضربة واحدة، وبتقوم معركة شرسة بين الجيشين. وفي الوقت اللي جيش الملك كوتس حس إنه خلاص هيخسر الحرب، قدر هيركليز وفريقه إنهم ينقذوهم وقتلوا أكبر عدد ممكن من الجيش التاني، وقدر باقي جيش الأعداء إنه يهرب. وبكده تكون الحرب الأولى انتهت بالنصر لصالح الملك كوتس، والفضل في كده يرجع لهيركليز واللي معاه. لكن الملك كان متضايق وقال إن ده ما يعتبرش مكسب، لأنه خسر نص جيشه في الحرب الأولى ليه ضد ريسوس. وبيقول له هيركليز إنه كان عارف إن دي هتكون النتيجة لأن الجيش لسه مش متدرب على الحروب، ويا ريت لو يديله الوقت الكافي لتدريبهم قبل الحرب التانية. وبيوافق الملك لأنه شاف اللي حصل لما ما سمعش الكلام أول مرة. بالفعل بدأ هيركليز وفريقه في تدريب جيش الملك كوتس، وقدروا في وقت قصير جدا انهم يحولوهم من مجرد مزارعين لجنود تقدر تحارب ضد اي جيش. ولما انتهى التدريب وتأكد هيركليز انهم بقوا مستعدين فعلا للحرب، قرر انه يحارب امير الحرب ريسوس، وراح عشان يسأل عراف مجموعته انفياريس وبيقول له هي الآلهة ما قالتش احنا هنكسب الحرب ولا لا؟ رد عليه انفياريس وقال له لا ما قالتش حاجة عن كده، بس اللي اقدر اقول لك عليه انها قالت لي انها هموت الاسبوع ده، واخيرا هقدر اعرف اذا كنت هدخل الجنة ولا النار. وساعتها زعل هيركليز طبعا لان صديقه هيموت، وراح عشان يحارب ريسوس ويعملها له مفاجأة. واول ما بيدخلوا ارض المعركة بيتفاجئوا بجيش ريسوس قدامهم، وبيكتشفوا انه كان عارف انهم جايين. وبيروح لهم ريسوس وكم واحد من رجالته، وبيقول لهم انه ممكن يراجع نفسه وما يحاربهمش لو استسلموا، وان دي اخر فرصة ليه.
وفي الوقت ده بيشيل واحد من رجاله ريسوس قناعه، وبنكتشف انه الكشافه بتاعت راكيا، وانه كان طول الوقت بيديهم معلومات غلط بناء على تعليمات ريسوس، وبيتصدم الملك وبيتحدى ريسوس وبيرفض الاستسلام. تبدا الحرب بخطاب تحفيزي من هيركليز للجيش، وبيهتف الجيش كله بصوت عالي. واول ما بيهجم جيش ريسوس بتطلع اتلانتا وباقي الرماة وبيقتلوا معظم الجنود اللي كانوا قدموا من جيش ريسوس، وبتقوم معركه شرسه بين هيركليز وفريقه وجيش ريسوس. ولما جيش ريسوس قرر انه يضرب عليهم بسهام النار، بيقف انفياريس وهو فاتح ايده للسما عشان السهم يقتله زي ما الالهه قالت له. لكن لما السهومه كلها نزلت حواليه فهم ان لسه ليه عمر، ومع الوقت بيقدر جيش تراكيا بقياده هيركليز انه يتغلب على جيش ريسوس، وبيهرب باقي الجيش كله ما عدا ريسوس، واللي بيقرر انه يقتل هيركليز. وبيقبل هيركليز التحدي وبيستنى ريسوس وهو جاي على حصانه. لكن لما حاول يضرب هيركليز بالسيف من فوق الحصان قدر هيركليز انه يتفاداه، ومش بس كده ده كمان شال الحصان بتاع ريسوس وقلبه على الارض. وبكده تكون الحرب انتهت تماما بفوز ملك تراكيا على امير الحرب ريسوس، وده طبعا بفضل الاسطوره هيركليز وفريقه. لما بيدخلوا قلعه الملك بيهتف الجيش كله باسم الملك كوتس، وبعدها بيدخل ريسوس واللي معاه وهما مربوطين، والناس بتفضل تحدف عليهم حجاره. وفي الوقت ده بيقوم الجنرال ستيكليز مساعد الملك بضرب ريسوس وبيوقعه على الارض، لكن بيعترضوا هيركليز وبيقوم ريسوس وبيمشي جنبه. وساعتها قال له ريسوس انه بيحارب مع الفريق الغلط، وانه ساعد طاغيه، وبيقول له انه ما حرقش اي كرة ولا حارب مظلومين، وان الملك كوتس لو كان كويس ليه هيستعين بمرتزقة عشان يحاربوا معاه. وساعتها هيركليز حس ان في حاجة غلط وانه اتضحك عليه، وبيعمل الملك حفلة بمناسبة النصر، وبيكون ريسوس مربوط في الحفلة قدام كل الناس. وفي الوقت ده بيروح هيركليز ورا الاميرة إرجينيا عشان يعرف منها الحقيقة، وهنا بنعرف ان جوز الاميرة إرجينيا كان الملك، وان كوتس قتله بالسم عشان يبقى الملك مكانه، على اساس انه الوصي على حفيده اريس ابن إرجينيا، واللي يعتبر دلوقتي الملك الشرعي بعد موت ابوه. وريسوس هو الوحيد اللي قاوم وعمل ثوره ضده، وده اللي سبب حرب اهليه بين ريسوس والملك كوتس. وبتقول له إرجينيا ان كوتس راجل عجوز وانه مش هيعيش كتير، وساعتها ابنها اريس هو اللي هيبقى الملك، لكن ملك صالح، وانها بتعمل كل ده علشانه. وبيقول لها هيركليز ان ده حلم جميل لكن مستحيل، وبتعيط إرجينيا وبتقول له انقذ ابني، وبتترجاه ياخد ابنها معاه وهو ماشي. لكن هيركليز بيرفض لانها كدبت عليه، وبيقول لها شوفي لك منقذ غيري. وفجأة بينادي ستيكليز مساعد الملك على هيركليز واللي كان سامعهم، وبيقول له ان الملك عاوزه. بيروح هيركليز للملك وبيقول له انت خنتني. وهنا الملك قال له ان المرتزقة ما ينفعش يبقى بطل، والفضل اللي انا حققته ده هيرجع لك انت، واقترح عليه انه يفضل معاه ويقود الجيش وساعتها يكسب دهب اكتر. وطبعا رفض هيركليز والملك اتضايق، وفكر هيركليز بعيلته وقال له يا قاتل الاطفال، وده عصب هيركليز جدا، لكن قدر صديقه اتولكس انه يسيطر على الموقف. وساعتها الملك اداهم الذهب اللي قال لهم عليه وخدوه وطلعوا من القصر. لكن هيركليز ادى لاتولكس الذهب بتاعه وقال لهم انه مش هيمشي الا لما ينقذ شعب تراكيا من الملك كوتس، وانه هيعمل كده لوحده، وطلب منهم ياخدوا الذهب ويمشوا عشان يعيشوا حياتهم من غيره. لكنهم رفضوا يسيبوه واتفقوا انهم يحاربوا معاه كلهم ما عدا اتولكس اللي قال عليهم مجانين، وخد الذهب كله لوحده وسابهم ومشي. واول ما بيدخل هيركليز وفريقه قصر الملك بيحوطهم الجنود من كل حته، وبيظهر ستيكليز مساعد الملك وبيهددهم انهم لو عملوا اي حاجه هيقتل ابن اخت هيركليز الاول. وبيضطر هيركليز وفريقه انهم يسلموا اسلحتهم، وللاسف بيتحبسوا كلهم، وبيكون هيركليز مربوط وفاقد للوعي. واول ما بيفتح عينه بيشوف قدامه 3 ذئاب، وبيكون ملك اثينا اللي طردوا منها قدامه ومعاه الملك كوتس، وبيكون اصحاب هيركليز محبوسين في قفص قدامه، وبيعرفوا الملك كوتس انه تحالف مع ملك اثينا عشان يكونوا امبراطوريه سوا. وبيقول له ملك اثينا ان هو اللي حرض ال3 ذئاب دول عشان يقتلوا مراته وعياله، وانهم ساعتها حطوا له منوم في الخمره اللي شربها عشان ما كانوش عاوزينه يموت، عشان موته كان هيقلب عليه الشعب، فقرر انه يقتل ولاده ويتهم هيركليز في موتهم عشان الناس تكرهه ويخرجوا من اثينا. واول ما هيركليز سمع الكلام ده اتجنن، وفي الوقت ده الملك كوتس امر بانهم يقتلوا بنته اول واحده بسبب خيانتها ليه، واللي كان شايف كل ده وكان خلاص جاب اخره هو هيركليز. وفي الوقت اللي الفاس كان هيقطع راس إرجينيا فيه قدر هيركليز انه يتحرر من قيوده وقتل الراجل اللي بينفذ الاعدام وحرر إرجينيا. وساعتها الملوك خافت وخرجت بسرعه واطلقت الذئاب على هيركليز، وكانت إرجينيا في الوقت ده بتفتح الاقفاص اللي فيها فريق هيركليز، وكانت الذئاب بتهجم على هيركليز في وقت واحد، لكن هيركليز قدروا بصعوبه انه يتخلص منهم، وفي نفس الوقت قدر فريقه هو كمان انه يتحرر من الحبس. وخرجوا كلهم ودخلوا في حرب مع جنود الملك، وراح هيركليز عشان يطارد ملك اثينا،
واول ما وصل له اترجاه ملك اثينا انه ما يقتلوش وقال له سامحني، لكن هركليز قال له اطلب السماح ده من عيلتي لما تروح لهم وقتله. لكن بيجي استكليز مساعد الملك وبيضرب هركليز بالكرباج بتاعه وبيوقعه على الارض، وبيكون معاه سلاح هركليز وبيحاول يضربه بيه، لكن بيقدر ايوليس في اخر لحظه انه يقتله. بيروحوا كلهم ورا الملك كوتس عشان يخلصوا منه، لكن بيتفاجئوا بالملك كوتس والجيش كله قدامهم، وبيهددهم الملك انهم لو ما سلموش نفسهم هيقتل الامير اريس. وفجاه بيظهر اتوركس اللي كان خد الدهب ومشي وبيحدف سكاكين على الجنود اللي ماسكين اريس، وبتضرب اتلانتا وريسوس على الجيش بالسهومه. وبيهرب اريس وبيحاول يروح لهركليز، وبيلحقوا تايدياس قبل ما الجنود تسيبه بالسهم، وبيهجم عليهم لكنه بيتصاب وبيموت. وبيهجم الجيش كله على هركليز وفريقه، لكنهم بيقدروا يمنعوهم وبينزلوا عليهم نار. وبيأمر الملك الجنود انهم يتحركوا في صفوف ويخترقوا النار. وفي الوقت ده حاول هركليز انه يوقع تمثال الالهه هيرا على الجيش، واستغرب فريقه جدا، وبيقدر هركليز فعلا انه يحطم التمثال ويوقعه عليهم، وبيدمر الجنود وبيموت الملك. وبعد كده بيطلع هركليز وبيقف بسلاحه قدام باقي الجيش، لكن بيستسلم الجيش كله وبيهتف باسم هركليز. وانتهى فيلمنا، ويا رب يكون عجبكم، واللي حابب يتابعنا ويشوف بقية الافلام يشترك ويفعل الجرس.